بقصة مقطع النهاردة هنتكلم فيها عن واحدة من أصعب الجرائم اللي حصلت بروسيا، واللي حرفيا كان فيها الشعب الروسي كله كان عاوز هو اللي يعاقب مجرم قصتنا بسبب قذارة الجريمة اللي هو عملها. وكمان هنتكلم عن جانب سلبي بشكل كبير في روسيا ومنتشر هناك حاليا بطريقة رهيبة. فيا ترى ايه اللي حصل ومين اللي عمل الجريمة دي وكمان ليه؟ فلو حابب تعرف كل ده خليك معايا لآخر المقطع. مش هتصدق كان بيعمل ايه للبنات في الغابة. قبل ما ابدا يا جماعة التحذير المعتاد اللي بنقوله في كل قصة، وهو لو انت مش بتحب القصص العنيفة واللي بتكون فيها مشاهد صعبة اتمنى ان انت تخرج من دلوقتي. لكن لو ما عندكش مشكلة في كل ده فقصتنا هتبدا من روسيا وبالتحديد في مدينة ديفينو جروس مع صاحبة ال 16 سنة بولينيا زيجرافا. بولينيا دي كانت بنت مؤدبة وهادية بشكل كبير وكان الكل بيحبها، ومن اكتر الهوايات اللي كانت عندها وهي الرسم وكمان انها تعمل حرف يدوية. وبعد كده بدأت انها تكتشف هواية جديدة جدا في حياتها وبدأت تحبها، وهي لما كان عندها 14 سنة في عيد ميلادها أبوها جاب ليها جيتار كهدية، ومن بعدها بدأت إنها تستعمل الجيتار ده بشكل كبير وكمان تلحن أغاني بصوتها. وبالمناسبة أثناء ما كنت بدور في تفاصيل القصة دي وكده اكتشفت حاجة مهمة، وهي أكونت التيك توك بتاع بولينيا، واللي حرفيا كانت بتنشر عليه فيديوهات كتيرة جدا، واللي بالمناسبة ده اليوزر نيم بتاعه. تقدروا تدخلوا عليه وتشوفوا كمية السعادة اللي كانت في حياة بولينيا وإزاي كانت بتحب الغنى وكمان إنها تخرج كل شويه باماكن مختلفه. فبس دي يعتبر كل الحاجات اللي انتم ممكن تكونوا محتاجين تعرفوها عن بولينيا. فالمهم بيوم 22 يوليو سنه 2023 بولينيا دي صاحباتها بيتصلوا بيها لانهم كانوا مخططين انهم هم الكل هيخرجوا مع بعض وكانوا محددين مكان يتقابلوا فيه. فبالفعل بولينيا دي دخلت اوضتها وغيرت كل هدومها ولبست هدوم لونها اسود تقريبا كان فستان وعليه كوتشي ابيض، واخدت شنطتها وموبايلها واتجهت لبره علشان تروح المكان اللي هتقابل فيه صاحبتها. بس اثناء ما كانت بالطريق اتصلت بيهم وقالت لهم ان في مشكله بسيطه معاها، وهي ان موبايلها كان هيفصل شحن. فقالت ليهم انا جايه في الطريق لكن احتمال موبايلي يفصل علشان لو اتصلتوا عليا وكده. بس تعالوا اقول لكم على حاجه، وهي الطريق من بيتها للمكان اللي كانوا موجودين فيه اصحابها ممكن ياخد من حوالي 30 دقيقه ل 45 دقيقه بالظبط. بس اللي حصل هنا ايه؟ اصحابها استنوها نص ساعه في ساعه لكن بولينيا ما قدرتش انها توصل ليهم، وهم كانوا بيتصلوا عليها باستمرار لكن زي ما هي قالت ليهم ان فعلا موبايلها فصل. فبتيجي فكره ليهم في دماغهم ان ممكن تكون بولينيا دي كنسلت الخروج ومش عايزه تخرج ومكسوفه انها تكلمهم فعلشان كده قفلت الموبايل. فبعد كده بيطنشوا، لكن على الناحيه التانيه ابوها اللي كان مستنيها ترجع البيت لانها كانت قايله ليه انها ممكن اقصى حاجه تاخدها 3 او 4 ساعات بره وهترجع تاني. فبيعدي اكتر من 4 ساعات وبولينيا برضه ما رجعتش لبيتها برغم ان ابوها كان بيتصل عليها. فلاحظ ان الموضوع ده غريب بشكل كبير جدا لان بولينيا مش من عادتها انها تعمل حاجه زي دي. فعلى طول قرر ان هو يخرج يدور عليها وكمان يمشي على نفس الطريق اللي كان المفروض يوديها لصاحبتها، لكن بمجرد ما لقيهاش قرر ان هو يتجه على مركز الشرطه علشان يبلغ على اختفاء بنته. ومركز الشرطه على طول قدروا ان هم يخرجوا بنفس الوقت علشان يدوروا عليها، ودي على فكره حاجه نادره. ليه؟ لان ابو بولينيا يا جماعه في حاجه مهمه جدا نسيت اقولها لكم عنه، ان هو اصلا كان ضابط شرطه لكنه تقاعد عن العمل. فخرجت دوريه كبيره جدا من رجال الشرطه علشان يطلعوا يدوروا على بولينيا وكمان مجموعه من اصحابها. ولما موضوعها ابتدى ان هو ياخد اكتر من يوم في البحث عنها ابتدت الاخبار تتكلم عن اختفائها، وبداوا مجموعه كبيره من المتطوعين انهم يخرجوا مع الشرطه علشان يدوروا على بولينيا. فتعالوا بقى نسيب بولينيا لغايه ما الشرطه تجمعها واكلمكم عن شخصيه مهمه جدا بقصه مقطع النهارده، والشخصيه دي هي ايفان بينكو. إيفان ده هو شاب انولد بنفس المدينة اللي اتولدت فيها بولينيا، لكن شخصيته كانت مختلفة عنها تماما. ليه؟ إيفان ده بمجرد ما انولد أبوه وأمه هما الاتنين انفصلوا عن بعض، وتقريبا أبوه كده أصلا انسجن، فعلشان كده إيفان ده اتربى مع أمه، واللي أمه بالمناسبة ما كانتش أحسن أم ممكن تتخيلوها في العالم، بل بالعكس كانت أم أصلا متهورة ومدمنة مخدرات. فبسبب عدم تربيتها لإيفان، إيفان ده كان طالع شخص متهور. وكمان الفيديو اللي انتوا شايفينه ده لمدرسة بتتكلم عنه وبتقول إن هو لما كان بيروح ليها المدرسة دايما كان بيعمل مشاكل مع أصحابه وكمان يضربهم على أتفه الأسباب ده، وغير إن هو ما كملش تعليمه تقريبا خرج من المدرسة في المرحلة الإعدادية وهرب كمان من البيت وبقى عايش يعتبر في الشوارع وأحيانا عند بعض أصحابه اللي هم كانوا يعتبر ناس مش كويسة وكمان مدمنين.
وبالتالي علموه ان هو يكون انسان زيهم. واثناء ما ايفان ده كان بسن 15 سنه في سنه 2004 كان بيعمل مشاكل كتيره جدا، زي ان هو يسرق، يضرب ناس، يدخل محلات وياخد منها الفلوس ويهرب، وحاجات كتيره زي دي. فعلشان كده الشرطه قبضت عليه وقررت انها تسجنه في جريمه من اللي عملها، وانسجن وقضى هناك 5 سنين لغايه ما خرج من السجن في سنه 2009. اهو بعد خروجه ده بكام شهر بالظبط، وبالتحديد في يوم 21 يوليو، اهو ايفان يا جماعه في الفتره دي زي ما قلت لكم كان مدمن بشكل كبير على حاجه اسمها لكن كان بطريقه شرسه، ودايما ما كانش بيكون في وعيه طول اليوم. فعلشان كده في اليوم ده بالتحديد عمل حاجه غريبه، وهي خرج مع 2 من اصحابه، وكان في واحد من ضمنهم اسمه لانتريف. هما الثلاثه اتجهوا على مكان مهجور جوه الغابه، وقدروا ان هم يدخلوا بيت كان موجود جوه الغابه دي، لكن ما كانش حد موجود فيه، ودخلوه عن طريق ان هم يكسروا الباب بفاس كان مع صاحبه لانتريف. وبمجرد ما دخلوا جوه ولعوا نار وفضلوا يقعدوا مع بعض وهم بيشربوا كحول، لكن شربوا بطريقه كبيره جدا ودماغهم حرفيا ما كانتش في وعيها. فقرروا ان هم يعملوا الحاجه اللي بيعملوها دايما اي حد من الناس اللي بتسوى، وهي انهم لازم يضحكوا شويه. وقرروا ان هم يطلعوا ايفان على المسرح عن طريق ان هم يفضلوا يتريقوا عليه وكمان يشتموه. لكن التنمر عليه وصل لدرجه عاليه جدا، لدرجه ان هو اتعصب عليهم وبقى يهددهم ويقول لهم لما بطلتوش تنمر عليا انا حرفيا هضربكم. واكتر شخص كان بيتنمر عليه هو صاحبه زي ما قلت لكم لانتريف. فاثناء ما لانتريف كان بيضحك عليه مسك الفاس اللي كان في ايده ورماه لايفان، وقال له مش انت بتقول ان انت شخص قوي كده؟ ادي الفاس اهو في ايدك ووريني هتعمل ايه، بنبره سخريه وكده. فتتوقعوا ايه اللي حصل؟ اغلبيتكم هيقول ان ايفان هيمسك الفاس وهيضرب صاحبه لانتريف ضرب بسيط كده وخلاص، لكن مش ده اللي حصل. ليه؟ لان ايفان هجم على صاحبه بالفاس وبدا ان هو كميه ضرب غير طبيعيه وصلت لاكتر من 15 مره، واللي ادت في لحظتها الى ان بتاع صاحبه يملي كل الجدران اللي كانت موجوده في الغرفه. واول ما صاحبهم الثالث شاف المنظر ده من الرعب قرر ان هو يهرب عن طريق انه يفض من الشباك وجري على طول على بيته. ومجرد ما ايفان فاق من حاله السكر اللي هو كان موجود فيها اخذ بعضه وركب قطر علشان يتجه بيه على قريه قديمه هو كان ساكن فيها. لكن بعد ما الشرطه اكتشفت الجريمه دي وبدات انها تحقق، راحوا لصاحبهم الثالث ده واللي قال لهم على كل حاجه حصلت بالتفصيل، وقدروا ان هم فعلا يقبضوا على ايفان. لكن تعالوا اسمعكم الحكم الغريب اللي قالته المحكمه، وهو انه بس ينسجن 5 سنين تاني. مع اني مستغرب ازاي جريمه قتل اصلا من شخص لسه خارج من كميه جرائم قبلها كتيره وياخد 5 سنين بس. لكن مش هنتكلم كتير لان دي زي ما انتم عارفين روسيا قانون فيها مش احسن حاجه، وايفان قضى 5 سنين وقدر ان هو يخرج بسنه 2014. لكن هل تتوقعوا ان القصه هتخلص لغايه هنا؟ احب اقول لكم لو انتم مفكرين انه فانتوا اول مره تتفرجوا على دراكسلر هنا بالقناه. ليه؟ ايفان بعد ما خرج بيوم 10 اغسطس، يعني حوالي بعد 13 يوم من خروجه من السجن، ما كانش لاقي شغل تماما وكان محتاج فلوس، لكن مش عشان ياكل ويشرب بيها لان الموضوع ده حرفيا مش فارق معاه. ايفان زي ما قلت لكم كان مدمن بشكل كبير على فكان محتاج فلوس علشان يقدر يروح يشتري بيها. فقرر ان هو يعمل ايه؟ يسرق. ايفان يعتبر راح لمكان شبه مهجور مش بتمشي فيه ناس كتيره الا اشخاص دايما بيكونوا لوحدهم لو مروحين لبيتهم او رايحين لمحطه الباص وكده. فهناك وقف واستنى اي حد يعدي لغايه ما ظهرت بنت لوحدها كانت ماشيه في الطريق دي متجهه على بيتها. ففجاه ايفان خرج ليها من الغابه وكان ماسك في ايده حاجه كده اسمها مسدس هوائي. بصراحه انا مش عارف ايه المسدس الهوائي ده، هل هو مسدس حقيقي ولا لا، لكنه واضح عليه كده ان هو كان خطير، لان بعد ما مسك المسدس ده حطه بظهر البنت اللي كانت ماشيه في الطريق وهددها وقال لها لو صرختي او حاولت انك تجري انا هنهي حياتك وامشي ورايا واسمعي الكلام. فبالفعل البنت خافت منه بشكل كبير، وايفان اخدها واتجه بيها لجوه الغابه علشان محدش يشوفهم. فعمل فيها ايه؟ حرفيا يا جماعه قلعها كل الهدوم اللي هي كانت لابساها، وبعد كده عليها بشكل حرفيا اقل ما يقال عنه ان هو قذر وبشع. وبعد كده اخد منها الهدوم اللي هي كانت لابساها وحرقها، وكمان سرق الموبايل والفلوس بتوعها. وبعد كده اخدها المكان في نفس الغابه برضه لكنه كان واطي لتحت كانه كان مجرى ميه او حاجه زي كده، وخلاها تنام على بطنها وبعد كده تغمض عينيها وتعد من 1 ل 150 وقال لها لو فتحت عينيكي قبل كده هقتلك. فعلى طول البنت فعلا من كتر الصدمه ومن كتر اللي حصل لها عملت زي ما هو بيقول بالظبط. وبعد ما خلصت عد من 1 ل 150 بتفتح عينها كده ومش بتلاقي ايفان. فعلى طول بتاخد بعضها وبتجري من الغابه لغايه ما بتخرج بشكلها اللي حرفيا كان متدمر. وبيقابلها شخص كان ماشي بالعربيه بتاعته بينزل يديها ملابس
الباص وبعد كده بياخدها لمركز الشرطه، وهناك بتقول كل اللي حصل معاها بالظبط وبتشرح لهم مواصفات الشخص اللي عمل فيها كل الحاجات دي. فالشرطه بعدها بتاخد كام يوم وبكل سهوله بتقدر انها تقبض عليه. ليه؟ لان الموبايل بتاع البنت بعد ما اخده منها ملحقش ان هو يبيعه، فالشرطه اتبعته من خلاله وقبضوا عليه. والمفروض للمحكمه بعد كل الجرائم دي اللي انا قلت لكم عليها ان هم مش يسجنوه، ده يعدموه، لكن المحكمه عملت اللي في دماغها وهو انهم بس سجنوه لمده 9 سنين. لكن بجد قبل ما اقول لكم على الجزء المهم في القصه، في حاجه تانية حابب اعرفها لكم، وهي الجانب المظلم من روسيا واللي متشكل بشكل كبير جدا في حوار الغابات ده. ليه بقى؟ روسيا الفتره الاخيره انتشرت فيها فكره كده غريبه، وهي ان ناس كتيره تعمل زي ايفان ما عمل بالظبط، ويتدسوا يا اما جوه الغابه يا اما بمكان مهجور، وبعد ما يلاقوا اي بنت بالشكل ده يهجموا عليها باسلحه او باسلحه بيضاء ويشدوها ويتجهوا بيها على الغابه. وبعد كده بيعملوا فيها ايه؟ حرفيا يا جماعه بيقلعوها هدومها، وبعد كده بيبتدوا ان هم يضربوها بشكل قذر، وكمان يعنفوها عن طريق ان هم يكبوا عليها حاجات زي سبراي او طين، وبعدين يبتدوا كلهم انهم عليها. وكل الحاجات دي بتكون متصوره بالكاميرا، والموضوع مش متوقف على ان بنت مثلا تكون ماشيه لوحدها بس، ده بل بالعكس، ممكن لو بنت مثلا وخطيبها يهجموا عليهم ويعملوا فيهم نفس الكلام، او حتى لو ولدين برضه علشان يصوروهم وهم بيضربوهم وكده. واللي بيكونوا معظم الناس اللي في الفيديوهات دي يا اما دايما لابسين ماسك خافين وشهم باي طريقه ما، فعلشان كده الشرطه اصلا مش بتعرف توصل ليهم ولا تقبض عليهم. طيب ليه يا دراكسلر الموضوع ده منتشر بالشكل الكبير اللي انت بتقول عنه في روسيا؟ لان يا جماعه الفيديوهات دي اللي الناس بتصورها بتتاجر بيها على اكتر منصتين مشهورين في روسيا هناك، وهما التليجرام وكمان فيكي، في مقابل مادي. لان في ناس كتيره بتحب تشوف الفيديوهات الغريبه والقذره اللي زي كده، واللي انا عارف اي نعم في نسبه كبيره جدا منكم ممكن ما يكونوش فهموا، فانتوا لو حابين تشوفوا الفيديوهات دي فبكل بساطه تقدروا تلاقوها على صفحه الفيسبوك دي، واللي هسيب لكم الرابط بتاعها في اول كومنت. كل اللي عليك ان انت تدخل تعمل مشاركه لاخر فيديو وهبعت لك الفيديوهات دي، لكن هكون شايل لكم الاجزاء العنيفه جدا واللي ممكن ما تكونش غير لائقه في الفيديوهات، فده بس لو حابين انتوا تشوفوا الروس بيعملوا ايه في بعض وكده. فالمهم نرجع لقصتنا من تاني، ويا ريت تركزوا شويه. فالمهم بعد ما ايفان قضى فترة السجن بتاعته خرج، وبالتحديد في يوليو سنة 2023. وبعد ما خرج على طول برضه ما كانش لاقي شغل، لكنه كان لاقي بيت. ليه؟ لأنه تقريبا جمع بنت كده بدأت إنها تحبه، أو واحدة من صحابه. ليه؟ لأنه كان عايش معاها بنفس البيت هي وأمها، لكن ما كانتش بتصرف عليه وكده، كانت ممكن تأكله وتشربه لغاية ما يجمع شغل. بس ايفان ما كانش فارق له كل ده، ايفان كانت فارقه له أهم حاجة هو بيحبها، وهي برضه الكحول. فقرر ان هو يعمل نفس التصرف الغبي اللي عمله قبل كده، وهو انه يروح يسرق اي حد يقابله. فالمره دي هتكون من اغرب المرات اللي حاول يسرق فيها شخص. ليه؟ في يوم 22 يوليو خرج من بيته وراح للمكان ده بالتحديد، ووقف فوق الجسر، واللي الجسر ده بيقدم طريق طويله جدا لكن اغلبها ما بيكونش فيها ناس، ولو حد بيعدي فيها فهو بيعدي لانه بيكون متجه لمكان فيه باص. فالمهم وقف على الجسر هناك لغايه ما اي شخص يعدي، وعدت بنت من قدامه، واول حاجه عملها لها وهي انه ضربها في وشها زي ما انتم شايفين، لان في الفيديو ده كان بيشرح للشرطه هو عمل ايه. وبعد كده طلع من جيبه السكينه، واللي هي نفس السكينه اللي انتم شايفينها دي، وهدد بيها البنت واستدرجها للغابه. بعد كده عمل فيها نفس اللي عمله مع البنت اللي قبل كده، وخلع من عليها كل هدومها تماما، وبعد كده بدا ان هو عليها. فضلت تصرخ بشكل كبير تحت ايده وكانت خايفه منه، فهو من كتر التوتر بعد ما عمل فيها اللي عمله حط ايده على رقبتها وبدا ان هو يخنق على اساس ان هي ممكن يغمى عليها. وبالفعل حصل لها كده، لكن وهو ماشي لاحظ انها بتتنفس وافتكر حاجه مهمه جدا، نفس اللي حصل معاه في البنت اللي قبل كده. ليه؟ لانه بعد ما سابها هي هربت واتجهت على الشرطه واتقبض عليه وانسجن. فالمره دي قرر انه يعمل حاجه مختلفه، وهي انه ينهي على حياه البنت اللي خطفها. وده عمله ازاي؟ جاب السكينه بتاعته يا جماعه وبدا ان هو يطعن البنت دي وهي كانت موجوده على الارض، كميه طعنات رهيبه واللي ادت الى ان البنت دي تفقد حياتها بنفس الوقت. وبعد كده هرب من المكان، ولما الشرطه جمعت الجثه دي قدروا ان هم يلاقوا دليل مهم جدا يوصلهم لايفان من تاني علشان يقبضوا عليه، وهو السكينه اللي ارتكب بيها الجريمه، واللي كانت موجوده عليها البصمات والدي ان ايه بتاعه، واللي بالمناسبه بعد ما فحصوها بساعات بالظبط قدروا ان هم يتوصلوا ان ايفان هو اللي عمل كده، لان بصمته والدي ان ايه بتاعه كانوا موجودين بالسجن. بس المشكله الكبيره واللي حرفيا هتصدمكم واسف عليها، وهي ان فاكرين البنت اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول واللي هي اسمها بولينا؟ اهو هي دي يا جماعه نفس البنت الاخيره اللي ايفان انهى حياتها بالغابه اثناء ما هي كانت ماشيه في الطريق راحه لاصحابها. الشرطه بعد ما عرفت ان ايفان هو اللي عمل كده بدات انها تدور عليه، وراحوا زي ما انتم شايفين لبيت حبيبته اللي هو كان مستخبي عندها، واقتحموا البيت وقبضوا في النهايه
عليه. وبعد كده انعرض على المحكمة، واللي كانوا في كمية ناس كتيرة جدا بره وجوه المحكمة بيطالبوا ان هم اللي يستلموه ويعاقبوه بذات نفسهم علشان ينهي حياته، لكن المحكمة ما وافقتش بالامر ده وانحكم عليه بالسجن المؤبد.